جدا ولابسين كويس وحاطين برفانات وحاجه جميله جدا، انما حقيقه ليس على ارض الواقع لهم اي وجود، ومجرد شعارات، ويخشوا في المؤتمرات يتكلموا وشويه انجليش كده كويس برضو كلمتين وبتاع وخلصنا على كده، انما فعليا على ارض الواقع ليس لهم دور محدد. فده بعد اجتماعي هام جدا من الحاجات اللي اتكلمنا عليها. اتفضل. طب يا دكتور، فيما يتعلق بقى بالعاصمه الجديده، سواء نسميها العاصمه الاداريه العاصمه الاقتصاديه، من الآراء اللي أحب أعرف رأي حضرتك بقى فيها، إنه من الناحية التخطيطية البعض قال ليه أعمل عاصمة هي امتداد للقاهرة العاصمة القديمة والتاريخية. ده حاجة. الحاجة الثانية، في رأي آخر يقول إنه العاصمة الجديدة هي نموذج مثلا من دبي، وإن في انبهار عندنا بنموذج دبي، لكن محدش سأل نفسه إنه لما اجي اقارن بين نصيب الفرد من الدخل الوطني في مصر ونصيب الفرد من الدخل الوطني في دبي تقريبا نسبة 1:100. يعني ده آراء البعض. يعني البعض قال ان كان في خطة زمان، انه كانت المنيا مثلا ممكن يعني في ظاهرة الصحراوي تعمل عاصمة يعني جديدة وتبقى بوابة كمان للجنوب، وهي كمان كانت عاصمة تاريخية قبل كده. رأي حضرتك ايه بقى في كل الآراء اللي بتتقال دي عن موضوع العاصمة الجديدة اللي المفروض تكلفتها المبدئية أو الأولى في المرحلة الأولى 45 مليار دولار؟ طيب، هو بشكل عام طبعا اي طرح يجب ان يحتمل النقاش والرأي الآخر، ودي حاجة كويسة، دي ظاهرة كويسة، حتى لو كان اللي بينتقد هو عارف الحقيقة ولكن بينتقد لمجرد التشويه. فبرضه أهلا وسهلا، دي حاجة كويسة ان يبقى ده موجود، علشان يبقى فيه رد ويبقى فيه دايما سؤال من الشعب للحكومه، ودي حاجه كويسه. اولا الجزء الاخير اللي حضرتك تفضلت بيه، التمويل ال 45 مليار 45 مليار اللي هيدفع منهم، اللي هتقوم بيه الشركه اللي هتبتدي، اللي هي مش، خلينا اقول هي شبه استشاري، لان هي مش هي اللي هتنفذ. هي حاطه التصميم بتاع العاصمه ككل، وحاطه الشبكات والمواصفات التنفيذ وخلافه من خلال مكاتب عالميه بتشتغل معاها، وكشركه ليها خبرات طويله جدا في دوله الامارات، سواء الشركه نفسها او زي ما بنسميها سيستر كامباني، يعني دي اللي هي السيتي بارتنرز دي. بالظبط. يعني حتى لو هي شركه سيستر كامباني، يعني هي واخده نفس الخبرات وبتنفذها على مستوى مصر، وواخدها من خبراتها في سابقه اعمال سابقه، لان البعض قال لا ده شركه كذا، لا ده شركه كذا، لا دي شركه، ما علينا، هي الشركه ليها خبراتها وامكانياتها وقدراتها وتستطيع ان تنافس. هي اللي هتمول بيه في البدايه 15 مليار دولار فقط لا غير، وبعد كده هيبقى في نوع من التمويل الذاتي، زي اي مقاول بيبني النهارده، بياخد حته ارض وبيبني عماره، فمجرد ما يبتدي الهيكل الخرساني بيتعمل بيعلن انا هحجز، بيبتدي الناس تحجز عنده الشقق، فبيحصل مداخيل بقى تمويل ذاتي. بالظبط، بيبيع له اول شقتين ويمكن سعرهم يكون مستريح شويه. أيوه. وبعد كده يطلع بالعماره، بقولها ببساطه علشان المشاهد يبقى فاهم كويس، لان لازم نبسط الموضوع، ويبتدي يكمل بقيه العماره من التمويل الذاتي وهكذا. بيبتدي فنفس الفكره هي بتنفذ بيها، وده مش اول مره شركات اماراتيه تشتغل في مصر بهذا المفهوم، وخدت زي ما بيطلق عليه كومباوند او مجمع سكني او مناطق سياحه مثلا في الساحل الشمالي وخلافه، ومولت بنفس هذا الاسلوب، وده اجراء متعارف عليه في سوق المقاولات. ده الشق بتاع التمويل. نتكلم بقى على الشق الاخر، ايش خاص بالمكان، امتداد للقاهره، موقع العاصمه وخلافه. هو العاصمه دي احنا عارفين من زمان احنا عندنا مشكله في القاهره نفسها، او العاصمه، بلاش اقول القاهره الكبرى، لا القاهره نفسها، ان هناك كثير من المصالح والشركات الحكوميه وخلافه. ويمكن من ايام الوزير المحترم حسب الله الكفراوي، ربنا يديله الصحه وطولة العمر، ان اما حط الفكر بتاعه وعمل بالفعل المدن عملها في مدينه السادات. لا ده عمل فعلا، بنى وزارات فعلا في مدينه السادات كامله ومتكامله. هناك اتعملت جامعات دلوقتي للاسف ما حدش راح، ولقى قوة المقاومه للتغيير اللي دايما بنتكلم عليها وقفت ضده، وللاسف الشديد استطاعوا مجموعه الوزراء اللي هم كانوا بقى لهم باع من الزمن قاعدين في وزاراتهم انهم ياثروا على راي الرئيس السادات، فما اتنقلتش الوزارات دي، واصبحت مدينه اشباح. ويمكن هو انا فاكر لغايه النهارده الراجل ده بحترمه احترام غير عادي، يعني ربنا يديله الصحه يا رب. انا بتذكر تماما كلمته بعد ما طلع وابتدوا يسالوه، قال لهم في عفريت، المدينه فيها عفريت، شوفوا ايه المشكله. فبالتالي احنا من زمان بنخطط ان احنا عايزين نطلع كل الوزارات والهيئات الحكوميه من داخل القاهره التاريخيه دي، لان ده هيحل كتير جدا من الازمات اللي موجوده داخل القاهره، من ازمات مواصلات ومرافق وضغط مرافق وحرق طاقه من الزحام والى حاجه يعني بقت قاتله. حتى عشان تستخدمها كبعد السياحي والناس تيجي تشوف القاهره التاريخيه ما انتش قادر تعمل الكلام ده.
فبالتالي انت محتاج انك تفرغ العاصمه من هذه المصالح والشركات الحكوميه وتطلعها بره. والكلام ده على فكره متعارف عليه في دول كبيره من دول العالم بدون ما اذكر اسماء كتير، انما الدوله بتقوم مطلعه دايما بيبقى فيه زي قريه او حي او مدينه كامله فقط لا غير للمصالح الحكوميه والشركات الحكوميه. وان كان ده هنا ما بينطبقش قوي المفهوم ان هي نعم اللي هي بس تشمل المصالح الحكوميه، انما هي هتشمل معاها اللي احنا بنسميه البيزنس سنترز. هيبقى في مراكز اساسا لاداره الاعمال ضخمه جدا، مكاتب كبرى الشركات وخلاف، زي اللي بيتفضل بالنقد ويقول دبي احنا مختلفين. بصوا في دبي هتلاقي ان في احياء كامله، حي كامل للميديا واضح جدا، 4-5 شوارع كلها الشركات الميديا موجوده فيها. حي اخر للشركات الصناعيه وخلافه، جبل علي. وجبل علي منطقه صناعيه ومكاتب اداريه وخلافه. ده على فكره بيخليني بقى شفت انا انتقلت لايه، لجبل علي ودبي. يعني خلينا ننتقل بقى ان العاصمه دي هيبقى المسافه ما بينها وما بين محور تنميه قناه السويس اللي هو هيبقى حاجه تشابه جبل علي الجديد ان شاء الله، هتبقى حاجه اكبر وان شاء الله، وفي تكامل ما بينها وما بين جبل علي. هيبقى لا انت محتاج مسافه تكون قريبه علشان الناس تنهي اجراءاتها ومشاكلها وخلافه. وفي نفس الوقت انت بقى عندك كم من المحاور اللي بتربط المنطقه اللي هم مختارينها كيلو 45 مصر السويس، وانت طالع لغايه قناه السويس عندك محاور ضخمه جدا. يمكن كان لسه السيد الرئيس بيفتتح من حوالي اسبوعين او 3 مجموعه من المشروعات، حوالي 21 مشروع على ما اتذكر، منهم محاور الرئيسيه الكبيره والكباري اللي هم بيسميه الطريق المغلق، بحيث ان ما يبقاش فيه تقاطعات فيه خالص، زي طريق مصر السويس ومصر الاسماعيليه وخلافه. وهناك الطريق الدائري الكبير دلوقتي بتاع القاهره الكبرى اللي بيربط منطقه العين السخنه ايوه الاقليمي، وبيربط السويس والاسماعيليه، مصر الاسماعيليه ومصر السويس. هناك بالفعل طريق بينفذ بقاله فتره على ارض الواقع فعلا من مصر السويس ومخترق لغايه العين السخنه. انا عايز اقول ان كل دي اساسا امكانات موجوده وجاهزه. محدش قال انك هتلغي العاصمه القديمه، ولكن انت عندك عايز تفرغ كل ما هو مشاكل وزحام وترددات يوميه على مناطق فيها محاور طرق رايحه وجايه اسهل بكتير، اماكن انتظار افضل، بتخلق فرص استثمار اكبر علشان انت محتاج استثمارات اكتر تضخ داخل مصر، فتخلق فرص استثمار داخل العاصمه الجديده بشكل اكبر. لازم تفتح ما بينها وما بين منطقه محور تنميه قناه السويس اللي هي المنطقه الواعده اللي احنا ان شاء الله هنستثمر، هيبقى فيها استثمارات ضخمه جدا. لازم تفتح مجال في قرب ومسافه ومحاور وشرايين تفتح منها واليها اسهل بكتير علشان تقدر تساعد المستثمرين انهم يجوا ويقبلوا على المكان ده انه يشتغلوا. طب يا دكتور، يمكن الراي اللي انا طرحته حضرتك يعني تفضلت بالرد عليه، كان في راي بقى مقابل له او بيفنده بيقول انه لا جدوى من ان احنا نقول والله احنا ناخد ال 45 مليار دول ونصرفهم على العشوائيات في القاهره، وقال انه لا امل في انك تستثمر في احياء كلها احياء بوضع اليد. تمام. ده كان تعبير يعني رأي لواحد من المتخصصين اللي كان بيرد على الرأي ده. لكن من النص بقى نسأل سؤال ما بين، بس انا عايز ارد على الرأي ده. اما ده هو ده السؤال ربما اللي حضرتك ترد عليه بقى. ما بين الرأي ده وده، طب هل تترك يعني نقدر نقول البؤر العشوائية الخطيرة جدا دي تترك مثلا زي ما هي؟ لا. طيب النقطة الأولانية اللي حضرتك بس اتكلمت فيها في جزء التمويل اللي هو قال عليه، قال باخد 45 مليار أطور بيهم العشوائيات أحسن لنا. ده اللي هو قاله. يعني هو دلوقتي بيحلم بأن يكون في إيده مثلا الجنة، وهو بيحلم، انما هو لغايه دلوقتي ما عملش اللي يدخله الجنه. طب انت منين؟ ما فيش 45 مليار، هو في 45 مليار؟ لا، ما فيش 45. انا قلت شرحت طريقه التمويل، قلت اقصاهم 15 مليار. هو مش بتاعنا كمان، مش بتوعنا ده بتوع مقاول جاي يستثمر وهيبني وهياخد من النتائج البيع، والدوله هتخش بنسبه 24 ل 25%، يعني هتبقى داخله بشركه وهتاخد ارباح ليها، طبعا هتخش لها ارباح، فبالتالي الفلوس مش موجوده اساسا. يعني بس عشان يبقى واضح للاخ اللي بيتكلم بيحلم بالجنه، هو لسه ما عملش حاجه، يعني انت ما عملتش حاجه. فيعني اللي حضرته بيتكلم عليه ده مش موجود. 45 مليار مش عندنا وهنضخهم النهارده، لا ده تمويل من مستثمر اجنبي ب 15 مليار كبدايه، وهيبقى في تمويل ذاتي من الناس اللي هتدفع، فانت هتبيع ايه عشان تاخد منه فلوس وتطور. فبالتالي ممكن بقى اللي حضرتك بيتكلم عليه، طبعا انا عارف ان في برامج في الدوله بتقوم بيها علشان تطوير العشوائيات، ولكن مش كافيه، مش بالقدر الكافي. قد يكون لمشاكل ماليه وقد يكون مشاكل لاهل المناطق العشوائيات نفسها اللي بيقاوموا اي تغيير في هذا الامر لمصالح ليهم، ولكن ما علينا. انما من الممكن بقى من النتائج ومن المدينه دي اما تبتدي تدر
ارباح وناخد الحكومه نفسها تاخد نسبه 24 25% بتاعتها، تبتدي توظف جزء من التمويل بتاعها في اتجاه هذه المناطق العشوائيه. انما بالفعل انت ما عندكش الفلوس ال 45 مليار اللي انت ضختهم فيها. طب يا دكتور، الناس بقى البسطاء العاديين جدا اوقات تلاقي فيه سؤال كمان بسيط بيطرحوه: هو المؤتمر ده لو كل المشروعات دي هتبقى فعلا مشروعات يعني هيبتدي تنفيذها وهتبقى مشروعات ربما يعني ناجحة جدا كاستثمار، الناس البسطاء يقولوا هو ايه اللي ممكن يعود علينا احنا كناس عايشين مثلا في ريف في الدلتا، في ريف الصعيد، في جنوب الوادي؟ ناس بيسألوا ايه اللي هيعود على اولادي مثلا الصغيرين النهاردة اللي هم يعني تحت 10 سنين، ايه اللي هيعود على احفادي؟ يعني حركة الاستثمار والتنمية دي اذا مشيت في طريقها اللي احنا بنتمناه، هي هتنعكس ازاي على 50-60% من الشعب المصري اللي بيحس دايما انه حتى لما كان معدل التنمية ايام الرئيس الاسبق مبارك وصلت 7 و7.5%، قالوا ما انعكسش علينا حاجة. طبعا الجزء الاخير ده بس مهم برضو. ان ايام الفتره اللي وصل فيها معدل النمو في مصر 7% دي حقيقه، ولكن كانت مسارب الفساد اكتر، عشان نتفق مع بعض. ما حضرتك قلت ان لسه ما فيش مواجهه الفساد لغايه دلوقتي. ما انا بقول لا بس وقتها مسارب الفساد كانت اكتر من دلوقتي. فساد على مستويات عاليه، فبتتصرف بسرعه وفي اجناب ما بيخشش في الاتجاه الرئيسي، اتجاه المجهود الرئيسي يعني. فدي نقطه مهمه قوي لازم نحطها في اعتباراتنا. انما خليني نقول، انما في اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، اعتقد ان الحكومه عامله في كل محافظه من المحافظات تقريبا او عدد كبير جدا من محافظات مصر مشروعات تنمويه وليها دراسات جدوى تم اعدادها بواسطه بيوت خبره عالميه على فكره. لان الكيان الحكومي طبعا كوزاره الاستثمار ما عندهاش قدره ولا الكفاءه انها تعمل دراسات جدوى، عشان نبقى واقعيين دي حطها على جنب يعني. فدي طبعا ما تنفعش. فبالتالي في دراسات جدوى موجوده ومطروحه بالفعل على المستثمرين، وطرحت اثناء المؤتمر نفسه، ولا زال هناك البعض الباقي. يعني المؤتمر ما هو الا لقاء ترويجي، ولا زال البعض منه موجود بيطرح حتى الان. انما ده الشكل العام كمحافظات. في نفس التوقيت لازم نحط في اعتباراتنا ان اولادنا اللي بيشتغلوا دول مش هيجوا من القاهره فقط لا غير. يعني لما يجوا يشتغلوا في العاصمه الجديده او في محور تنميه قناه السويس، ممكن يجوا من اي مكان، يجوا من كل مكان. ما احنا بنبص حفر قناه السويس، كم الشركات اللي شغاله فيها قد ايه؟ لو بنفترض ان فيها دلوقتي 30 ل 40 الف عماله مباشره، وعندنا 40 50 الف او 60 الف، بنوصل لكل 100 الف عماله غير مباشره. فبالتاكيد 100 الف مش جايين من القاهره، جايين من جميع محافظات مصر. واحنا عارفين دايما ان ابن البلد بيدور على الرزق بتاعه في اي مكان، ودي نقطة متعارف عليها في مصر، مش حاجة جديدة. فبالتالي كل مشروع من المشروعات دي كل ما كان بيكون عنده القدرة ان يجتذب اكبر عدد من العمالة، فده بيدي فرصة اكتر لاولادنا ان يبقى لهم فرص عمل، سواء من عمالة فنية، من مهندسين، من اداريين والى دي فرص افضل بكتير انك تبقى عندك امل ان اولادك هيشتغلوا. وده اللي احنا بنتكلم عليه. التنمية المستدامة بتعني ايه؟ علشان المشاهد يبقى عارف. انا بطور مشروعات تجارية، وبدور ارض، وبطور بيئة اجتماعية، وبطور نفس الفكر والعلم اللي موجود عند البشر دي كلها، لان البشر لازم بطورهم مع التنمية المستدامة بما لا يخل بحقوق الاجيال القادمة، بل بالعكس يضمن لهم حقوق. فبالتالي المشروعات دي اما هتنافس كمان 5 سنين و10 سنين، بدي فرص للاجيال القادمه ان هيبقى لها مشروعات جايه. والا لو فضلت زي ما انا عليه في الوقت الحالي، مش هيبقى في امل لاولادنا انه يلاقي شغل بعد كده. هيبقى في الاخر كل واحد هيجيب فرشه ويقعد في شارع 26 يوليو ويجري وراه عشان يبيع ويبقى بائع متجول. طب يا دكتور، يعني احنا قدام بقى تخطيط مستقبلي، بنقول مصر 2030 ومصر 2050. هل حضرتك مطمئن انه يعني التخطيط المستقبلي بهذا الشكل اذا كان بيتم فعلا بشكل علمي ومدروس، انه يعني مش هيحصل مرة تانية انه لما تتغير حكومة او يتغير رئيس كل شيء ينهار ونبتدي من جديد؟ يعني احنا ابتدينا فعلا نمشي في الطريق الصح اللي الخطط مستمرة بغض النظر ايه الحكومة الموجودة، ايه مين الرئيس الموجود؟ يعني بدأنا فعلا. حضرتك بتكلمني على الوضع الحالي حاليا؟ الان لا. نعم. لا. الإجابة لا. باختصار شديد. ليه؟ لأن أنا حتى الآن ما عدتش مؤسسات قادرة على التعامل وبسياسة مؤسسات مستقلة تستطيع أن تتعامل مع المستثمر ومع الحالة الاقتصادية داخل مصر والحالة الإدارية. المؤسسات يجب أن يتم تعديلها. استراتيجية مكافحة الفساد يجب أن تطبق، ومن أحد محاورها الإصلاح الإداري. مش هنفضل نقول بقى لنا 4 سنين بنقول كده، بقوله تاني علشان في ناس بتزعل، بس بقوله تاني ما وريش حاجة، مش هزهق. لا، لأن هناك مشاكل يجب أن نعالج هذه المشاكل. علشان حضرتك بتتكلم عليه ان رئيس جه
رئيس دوله جه، رئيس حكومه جه مشي، اللي بعده جه مشي، اللي بعده جه مشي. امتى اضمن الاستمراريه؟ ان عندما يكون عندي مؤسسات قادره على التعامل ولها سياسات واستراتيجيات بعيده المدى بتطبق وهي عارفه بتعمل ايه. انما الوضع الحالي، هل حضرتك بقى، انا اللي بسال حضرتك، هل حضرتك مقتنع ان هذا الجهاز الاداري يستطيع ان يحقق ما اقوله الان، ان عنده استراتيجيه قدامه 30 سنه وعارف دلوقتي ايه اللي هيحصل لغايه 20 30 على سبيل المثال، خلينا نتكلم في 15 سنه بس، وعنده القدره والكوادر المؤهله انها تدير هذه الاعمال ولا لا؟ السؤال واضح، لا. بعد اللي حضرتك قلت هقول لا. ما انا لا لازم اقول احنا محتاجين ان احنا نواجه مشاكلنا، وده بقول ان انا بقوله تاني بكرره، الكلام ده اتقال على الملأ في المؤتمر الاقتصادي بوضوح، ومن مستثمرين اجانب ومستثمرين مصريين. مش عايز اقول تاني موضوع حزم وزارتك ونسفها بالديناميت زي ما اتقالت في وقت من الاوقات. طب يا دكتور، يعني اي جهد يعني في التنميه ممكن يتحقق ونوصل فيه نتائج كويسه، اكيد لن يتم الا بجهد الناس، يعني الا بمشاركه مجتمعيه كبيره جدا جدا. هل حضرتك بتشوف انه في حاجتين اسال عنهم، انه اولا من الضروري ومن المهم انه الحكومه والرئاسه يعني يشكلوا على الاقل فريق عمل كده محدد، يعني في ناس محددين لهم مهام محدده، يطلعوا اولا يعني يكلموا الناس ويقولوا لهم المؤتمر ده حصل فيه كذا وكذا وكذا والنتائج اللي وصلنا لها كذا وكذا، لانه مسألة تدفق المعرفة والمعلومات عن المؤتمر بسيطة. يعني في حاجات كتير جدا الناس تسمع عناوين لكن ما بيعرفوش تفاصيل، واحنا طبعا ما عندناش برلمان فمفيش مناقشة، يعني فبنقول والله طب احنا عايزين يعني حوار مجتمعي، الناس عايزة تعرف من المسؤولين كمان تفاصيل، مش لمجرد انهم عايزين يطمنوهم على مستقبلهم، لكن من حق الناس ان تعرف. ده يعني حضرتك شايف ان ده مهم دلوقتي المفروض يحصل؟ توضيح المفاهيم طبعا وتوضيح الاجراءات لعامه الشعب دي حاجه مهمه، ولازم يبقى بتحظى يعني عايز اقول بحيز كامل من الحكومه بالتاكيد. هي حصل بعض اللقاءات واللي تم المناقشات وخلافه، انما ما كانتش بالدرجه المستفيضه. خليني اقول ان احنا عندنا هيئه من الهيئات الغير مستغله بالمره اللي بيطلق عليها اسم هيئه الاستعلامات، وتقريبا احنا نسيناها تقريبا او سقطت سهوا. أيوة. حاجه زي كده يعني هي بعافيه شويه بقى لها مده يعني. لا بعافيه بقى لها كتير يعني بصراحه يعني. أيوة. المفروض هيئه الاستعلامات دي بتكون عندها تعمل منشورات للي حصل بالظبط، مش منشورات بالمعنى الكويس، مش بتاع زمان منشورات الوحشه. أيوة. بتاع زمان منشورات تعريفيه مكتوبه وتبتدي توزع على جميع الكيانات الاقتصاديه والخاصه والجامعات والمدارس والمنتديات والنوادي وكل الكلام ده، بتقول ايه اللي حصل في المؤتمر الاقتصادي، حقائق بيسميها نشره حقائق. من المفترض ان هذه الهيئه ده احد ادوارها للاسف الشديد يعني هي بعافيه زي ما قلت، الجهاز الاداري كله يحتاج الى نظره اخرى خالص وتعديلات واصلاحات جاهزه. فبالتالي ده محتاج ان انا اعمل الاجراء ده، وبالاضافه ان انا مش بس اعمل النشره دي، ده انا هاخد النشره دي بعد ما انشرها على كل الناس وانزلها على المواقع الالكترونيه، ابتدي في وسائل الاعلام وابتدي اتكلم في كل بند من البنود واناقش واعمل ندوات في الجامعات وفي النوادي وفي الشركات وفي مؤسسات هذه. يعني هيئه الاستعلامات دي ليها دور كبير جدا وهام، مش مجرد فقط لا غير ان عندها ناس قاعدين في المكاتب بره على مستوى العالم بيقبضوا مرتبات عاليه جدا وما بيعملوش حاجه. حضرتك شايف انه في مبررات يعني مقبوله وربما تكون مثلا ذات صله بمفاهيم معينه مرتبطه سواء بالامن القومي او بغيره، انه مشروع كبير بحجم العاصمه الجديده يعلن عنه فقط داخل المؤتمر ويقال ان دي مفاجأة المؤتمر ولم يكن احد يعلم عنه شيء قبلها يعني لا انا شخصيا شايف انه يعني الموضوع مش مفاجأة ولا حاجة، لان اعتقد ان تم الاعلان عن ان هناك اتجاه لانشاء عاصمه جديده. هي فكره قديمه مش قديمه، لا من حوالي يعني من بعد تولي السيد الرئيس السيسي بحوالي شهر. انا اقصد فكره يعني نقل العاصمه كان كتير ابتدى يعلن عنها في هذا التوقيت حقيقه يعني. واتقال فعلا في عاصمه جديده وفي تخطيط الانشاء، وتقريبا المنطقه اتقالت بس مش بشكل كامل وبوضوح. اذا كنا احنا هنتكلم عن المفاجآت وعدم المفاجآت، انا شايف ان منطقي جدا ان يبقى عندي بعض الاتفاقات اللي انا بتكلم عليها وهطرحها. هو المفروض بالتاكيد الجهه اللي يعني عايز اقول بتنسق على العاصمه الجديده كان ليها مستشارين سواء من داخل مصر او من خارج مصر، وتواصل مع ناس داخل مصر على علم بهذا الامر. في كتير مش هيبقوا عارفين وفي كتير هينتقدوا،
محور تنميه قناه السويس كم واحد كان يعرف ان الرئيس هيعمل مفاجاه ويقول هديه مصر للعالم محور قناه السويس اللي هو خلينا اقول القناه الجديده او الفرعه الجديده وما حولها يعني عشان ما حدش يزعل يعني. أيوه. لا محور تنميه قناه السويس ده موضوع فكره قديمه جدا من ايام برضه الوزير المحترم حسب الله الكفراوي عشان نبقى واقعيين. انما الفرعه الجديده دي يعني او القناه الجديده ما كانش حد ناس يعرفوها، فبالتالي برضه كانت مفاجاه للعالم. اشمعنى ما اتكلمناش على القناه الجديده؟ أيوه. هتلاقي في كتير جدا دايما بينتقد، دي حقيقه، بس خلينا قبل ما ننتقد خلينا نقول العاصمه الجديده اهي، ولو عندك مشكله اطرحها أيوه. وناقشها وقول انا رايي كذا وكذا، وبيبقى فيه الراي والراي الاخر. انما في جميع بس اكمل نقطه في جميع الاحوال لا يمكن ان يتفق الجميع على نقطه واحده. ده مؤكد. وهو حضرتك يمكن تشاركنا الراي في انه امام حتى الانتقادات من حق اي حد ان ينتقد طبعا. يعني لكن من واجب الحكومه كمان انها تكون يعني عندها كده غرفه بديله عن الهيئه العامه للاستعلامات، غرفة عمل ترد وتوضح ويعملوا ندوات ويعملوا مؤتمرات ويعملوا بروشورات ويعملوا كتيبات معلش انا اسف المقاطعه بس انا يجب ان اقول شيئا مهما في هذا الامر. ما ينفعش اقعد كل شويه ادور للهيئه ادور لها بديل مش عارف ايه ادور لها بديل. يجب ان تسمى الاشياء بمسمياتها. اذا كنت هحول الهيئه العامه للاستعلامات او هيئه الاستعلامات مثلا لانها هتبقى تشرف على مجمعات الاستهلاكيه اهلا وسهلا، يبقى تروح للمجمعات الاستهلاكيه. انما ما ينفعش تبقى هيئه موجوده والناس بتقبض مرتبات وليها دخل قصدي وليها مصاريف بتصرف عليها موظفين بيشتغلوا فيها وما تشتغلش وظيفتها واقعد ادور على كيانات تانية بتقوم بدورها. يجب ان تسمى الاشياء بمسمياتها. ده مبدأ متعارف عليه وما ينفعش. انما زي ما حضرتك بتقول يعني مش عارف اقول ايه. الهيئه موجوده يصدر لها تعليمات بكره وتبتدي تنفذ، ما عندهاش الكوادر ادعمها بكوادر وتبتدي تعمل نشره الحقائق وتبتدي تنشر على الشعب بشتى السبل زي ما قلنا علشان الناس تبقى عارفه ايه اللي بيحصل. طب دكتور، انا من الكلمات اللي استوقفتني في المؤتمر كانت كلمه السيده كريستين لاجارد اللي هي ممثله صندوق النقد الدولي. فانا عجبني قوي انها ربما يعني اهتمت بشيء كنا احنا اولى ان احنا نهتم بيه، انها بدات كلمتها وانهتها باستشهاد بشيء من تراثنا الفني والادبي. ففي البدايه خالص قالت انا هستشهد بجزء من اغنيه كوكب الشرق ام كلثوم، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. وانهت كلمتها بالاستشهاد بعباره من روايه من روايات استاذ نجيب محفوظ، انه تعرف الذكي حين يتحدث لكن الحكيم حين يسأل. لو سألت حضرتك بقى العبارتين دول تحديدا لما يجوا على لسان كريستين لاجارد وهي من هي كشخصية دولية، نيجي للأولى بقى وما نيل المطالب التمني، عايزة تقول لنا ايه بالظبط؟ طبعا هي كلامها واضح ان احنا الكلام الكتير في المؤتمرات وفي المناقشات والاعلام اللي بتستغله الحكومه دايما ايا كان حكومات كتير يعني بتتكلم كتير كتير كتير، انما في الحقيقه الواقع بيبقى حاجه ثانيه مختلفه. فمش هنفضل طول عمرنا عندنا امال وما بننفذش فعلا عشان تؤخذ الدنيا غلابه، علشان يبقى في عمل ويبقى في جهد في الاتجاه السليم. فبالتالي هي بتتكلم على ان هناك كثير من الاحاديث اللي اتقالت على مدار سنين سابقه كتير، ولكن لا زال حاله الاقتصاد المصري مترديه. هناك كثير من المشاكل اللي بتواجهك، وهي بقى شخصت المشاكل. ودي النقطه المهمه برضه من ضمن زي ما قلت لحضرتك خبراء دوليين، ما كنتش عايز اذكر بالاسم مين ومين ومين، انما هي حطت عدد من المشاكل بوضوح في الخطاب بتاعها، ويا ريت نرجع له لان ده في حد ذاته تشخيص لمشاكل روشتة يعني روشتة موجوده. يعني صندوق النقد الدولي مش برغم يعني بغض النظر عن انتماءاته السياسيه وانه بيعمل لصالح دول اخرى، ولكن برضه مجموعه من الخبراء اللي على مستوى عالي جدا بيقدروا يحطوا تشخيص واضح. قد يكون العلاج قد نختلف عليه، ليه ابعاد سياسيه، ليه ابعاد قد تغطي، ليها بعد ممكن يضغط على البعد الاجتماعي، زي ما مثلا هي اشادت على سبيل المثال بترشيد الدعم او تقليل الدعم خلال مرحله معينه، ودي من النقط الايجابيه. انما هو لو صندوق النقد الدولي عايز يشيل الدعم خالص، وهي قالت ان لازم يبقى هدفك والنظام الضريبي، انما انا اجتماعيا ما اقدرش اعمل الكلام ده. فانا زي بقول لحضرتك روشته، ولكن هي قالت كتير من المشاكل اللي لازم نواجهها، زي ما قالت الدعم على سبيل المثال، قالت المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، قالت ان 10% بس من سكان مصر هم اللي لهم حسابات في البنوك بس. ده صحيح، وده كلام برضه ليه اخطاء وليه ابعاد. وعلى فكره اللي اشتغل في مشروعات تنمويه داخل مصر عارف حلول الموضوع ده ايه وايه مشاكلها، وعندنا كتير من المشاكل. احنا حتى عايز اقول لحضرتك ان حتى الان لا يوجد يعني اقتصاد او نظام مصرفي اسلامي واضح، لان كثير جدا من القرى والنجوع والناس دي كل تفكيرها لا ده حرام،
البنوك احط فيها دي فايده البنوك حرام، انما لو حطيت له اقتصاد اسلامي حقيقي وواقعي هيشتغل من خلاله. أيوه. هيشتغل من خلاله، وده مش عيب يا جماعه. انا هو الراجل مش مقتنع، ده عميل في الاخر اسمه عميل. فلازم احط له المنظومه اللي استطيع ان اجذب بيها هذا العميل عشان يجي لي، علشان بطاقه الصرف الائتمان اللي هي الفيزا كارد وخلافه. لغايه النهارده الناس مش مقتنعه بيها. طب ابتدي احول مرتبات الناس كلها في الحكومه هحولها على البنوك، يبقى بالتالي كل الناس دي هيبقى لها حسابات في البنوك عشان تبتدي تصرف بالمكنه والصراف الآلي، وهكذا. في كتير من اللي اشتغل في برامج تنمويه على مستوى صعيد مصر ومناطق متطرفه داخل مصر هيعرف كويس قوي ان هناك كثير من المحاور المفروض ان تتبعها الدوله، عشان بدل ما يبقى 10% موجودين في حاطين فلوسهم بس في البنك او بيتعاملوا مع البنوك، الرقم يوصل ل 40 و50%. طب الجزء الاخير بقى من كلمه لاجارد، ايه الاسئله يا دكتور اللي تشوف انها اسئله وجوديه الان علينا ان نطرحها وعلينا ان نبحث لها عن حلول؟ يعني هي قالت الحكيم تعرفه حين يسأل. ايه الاسئله اللي ما يجبش ان احنا ابدا نهرب منها دلوقتي؟ يعني اعتقد انا يمكن اشرت اليها في الاول، ولو بفرض ان انا حكيم زي ما حضرتك تفضلت يعني في السؤال يعني. فالاسئله من البدايه واضحه. استراتيجيه مكافحه الفساد لم تفعل حتى الان، وكل اللي حصل ان اتحطت الاستراتيجيه كده قالوها عنا، و4 سنين بنتكلم فيها ونقلوها عنا واتحطت على ورق، وبقى جوابات طلعت من اللجنه المختصه اللي اتشكلت في مكافحه الفساد، وطلعت لكل الوزارات عشان يقول لهم ازاي نطبق عندكم الاستراتيجيه. وطبعا ده كلام عقيم، لان اساسا ان انت باعت له الجواب هو نفسه مش عايزك تطبق الاستراتيجيه، فهو عنصر مقاوم للتغيير. وده كل الناس قالته، فوق 90% من الموجودين في جهات حكوميه مختلفه او في الوزارات وخلافه مقاوم للتغيير. فبالتالي انت ما عندكش غير 10% يمكن اللي عايز يغير اذا كان في خالص النيه. يبقى رقم واحد. اتفضل. اكمل الاسئله ولا حضرتك تفضل؟ طبعا. ده السؤال رقم واحد. السؤال رقم 2، إن الجهاز الاداري في الدوله كيف سيتم اصلاحه خلال هذه المرحله؟ لانك تحتاج الى اصلاح حقيقي في الجهاز الاداري. اذا كنا بنتكلم على نسبه ان 7 مليون المفروض بتوصل لنسبه 1 مليون، يعني 7 إلى 1، فدي نسبه كبيره جدا. فبالتالي انت لازم تحط قواعد واضحه جدا علشان تقلص من حجم الجهاز ده وتزيد من كفاءته وقدراته في نفس التوقيت. فمتى سيتم هذا وما هي خطه الدوله لهذا الامر؟ دي النقطه رقم 2. النقطه رقم 3، البعد الاجتماعي بشكل عام. كيف ستستطيع ان تراعي البعد الاجتماعي خلال المرحله القادمه ما بين مشروعات صغيره متناهيه الصغر، وايه اللي بعمله بالفعل مش تصريحات؟ على سبيل المثال وليس الحصر، ما بين تدريب لعماله فنيه من خلال وزاره جديده اتعملت، وزاره بلا وزير بلا وزاره، فبالتالي المؤسسات الفنيه كلها لا تتبعه. طيب دكتور، احنا قدامنا 15 ثانيه، هسال حضرتك سؤال. كفايه بقى كده. سؤال اخير. توماس فريدمان كاتب الامريكي المعروف كان دايما يقول انه لما اقتصاد السوق يتحرك وبعدين نلاقي فيه عقبات قدامه من شريحه من الناس، فكان بيستخدم تعبير اقتل ضحاياك، يعني ضحي بالناس اللي هتوقف عجله السوق. ده اللي مخوف البعض مما يسمونه بالرأسمالية المتوحشه. هل هو يعني في رد يعني مختزل جدا جدا، هل من حق الناس تخاف، ولا إدارة الأمور في مصر تختلف عنها في مثلا مجتمعات رأسمالية كبيرة؟ الرأسمالية متوحشة بتقضي على رواد الأعمال الصغار. دي مفهوم الرأسمالية المتوحشة، وفي نفس التوقيت بتفسد أجهزة الدولة بالأموال بتاعتها. كويس. احنا محتاجين إصلاح مؤسسي، والناس ما تخافش، لأن احنا بكلامنا ده وطالما بنتكلم بالشفافيه دي على التلفزيون المصري يبقى لازم تتاكد ان اللي جاي هيبقى افضل، وان غصب عن المسؤول اللي موجود في المكان هيتخذ القرار لصالح البلد، طالما كلنا بنتكلم وبنقول له لو سمحت صلح. شكرا جزيلا للاستاذ دكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي. شكرا جزيلا لك، نورتنا. عفوا يا فندم. وشكرا للساده المشاهدين، ونلتقيكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من ام الدنيا.